سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من كل مكان، تحية طيبة للجميع. ومع عبور منخفض جوي قوي على الولايات الجزائرية، الولايات الغربية بدرجة أولى، الولايات الوسطى الشرقية أيضا بدرجة ثانية، أمطار رعدية جدا معتبرة على الولايات الغربية، الحيطة والحذر من تشكل السيول لا قدر الله. وهذه الحالة ستنتقل إلى الدول إيطاليا وكذلك جنوب فرنسا، معلنة أو نرتقب أمطار طوفانية وكذلك عواصف رعدية شديدة، رياح عاتية هابطة شديدة غير عادية. الحيطة والحذر على الولايات الإيطالية وجنوب فرنسا. هنا الأمطار ستكون معتبرة جدا، وقد تتعدى الكميات إلى غاية 200 ملم. الحيطة والحذر مطلوبة، وهذا النزول سيكون أندر نزول على هذه المناطق من البحر المتوسط بحول الله تعالى. كما يظهر لكم عواصف رعدية شديدة تضرب الولايات الإيطالية، الحيطة والحذر، أمطار طوفانية وعواصف رعدية شديدة للغاية تتشكل في البحر المتوسط إلى غاية الدول الإيطالية وكذلك جنوب فرنسا. أمطار رعدية جدا معتبرة، والحيطة والحذر من تشكل فيضانات عارمة ومدمرة. الحيطة والحذر أيضا من الرياح العاتية، أمطار طوفانية، رياح عاتية، تساقط البرد من الحجم الكبير أيضا، خاصة إيطاليا وكذلك شرق إيطاليا، غرب إيطاليا، جنوب فرنسا، وكذلك ولايات من ألمانيا معنية، النمسا. وهنا أمطار عاصفية قد تكون مرفوقة ببرد بمختلف الأحجام. الحيطة والحذر مع اقتراب هذا المنخفض الجوي، منخفض جوي قوي جدا يعبر على الولايات أو مناطق من البحر المتوسط، سيدخل إلى الولايات الإسبانية والبرتغالية، معلنة تشكل حالة جوية استثنائية أيضا، أمطار طوفانية وكذلك رعود قوية جدا، أمطار جد معتبرة خاصة على فرنسا، وانتقالا إلى إيطاليا بحول الله تعالى، وممكن حتى ثلوج كثيفة جدا خاصة على ولايات إيطاليا وجنوب سويسرا. بالنسبة لمناطقنا في الجزائر ستكون أجواء حارة وأجواء مستقرة على الولايات الشرقية، درجات حرارة جدا مرتفعة قد تصل إلى 48 إلى 50 درجة تحت الظل، خاصة الولايات الشرقية. الحيطة والحذر من ضربات الشمس، والنشرة ستكون يوم غد بحول الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.